عازف الكمان الشهير الطلياني أنطونيو لوسيو فيفالدي قال عليه لوحة فنية وسماه السفير. تجي ليه من الشرق ولا من الغرب، في الخريف ولا في الشتاء، يسحرك بمنعرجاته ويمتعك بطبيعته العذراء ويخليك تشوف عظمة المصور البديع. كورنيش الجيجلي الياقوت الازرق، الكورنيش سميه كما حبيت، فيه تشوف الجبل العالي هابط على البحر الصافي الغميق، وفيه تشوف طير كاسر الجوز القبيلي الصغير زاهي وهو يطير، وفيه تشوف الشمس الحنينة تتحرك وتغطس في بحر غامض وغميق. الكورنيش الجيجلي شي كبير عند الجواجلة، جزء من ثقافتهم وتاريخهم الكبير. في الربيع يسحر العين، وفي الصيف يسحر القلب والعين. وعجوبة من عجائب الجزائر موجودة في زاوية من هذا الكورنيش، كهوف عجيبة تخبات في قلب جبل خضر عالي يعانق في بحر ازرق وغميق. ديكور ساحر شكلته السيدة الطبيعة من آلاف السنين. الكهوف تغطات بالغابة، هو الدار الواد اللي يتدفق تحتها عزلها وقطع عليها الطريق، والقرودة عساسين عليها ومن زمان في سرها مخبيين. ماشي بعيد على الكهوف العجيبة تشوف غابة القرودة، نوع نادر من القرودة يسكنها يسموه الماغو، عنده سر مع هذا الكورنيش. الماغو معروف عليها العدوانية، بصح سبحان الله كيفاش تحولت وولفت مع الناس ولا تهبط للطريق زاهية في وسط الكورنيش. الكورنيش الجيجلي آية من آيات المصور البديع. في جهة واحدة تعيش السكون، راحة البال، استجمام، السباحة، تنزه، اكتشاف والتخييم. الناس فيه متسعة ومع القرودة زاهيين، والحاجة اللي تحبس لك مخك لما تجلس على حافة الكورنيش وتشاهد الغروب يتخطف قلبك وعقلك يصير أسير.